السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم كالعاده في قناه سلامات اللي هي قناتكم. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحضر معاكم كيكه ديال الشوكولا اللي كتعجب الوليدات الصغار وحتى الكبار، وكتجي رائعه بواحد لاصوص شوكولا. نتمنى انكم تتابعوني باش تشوفوا الطريقه. ونبدا معكم ان شاء الله. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوها في هذه الكيكه، اول حاجه عندنا 2 بيضات بحراره المطبخ. كالعاده الكيكه تيبغيو البيض اللي يكون بحراره المطبخ. عندنا 2 ساشيات ديال الخميره، المجموع 14 غرام. 2 ساشيات ديال الفاني، سكر فاني. وعندي هنا 3 ديال ساشيات ديال الكاكاو او 3 المعالق كبار. غادي نحسبوا بكاس العنبه، كاس ديال زيت كاس العنبه، كاس السكر بكاس العنبه، كاس الحليب بكاس العنبه كذلك. وعندي هنا 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق، وعلى حسب شحال ممكن تهز لينا. وعندنا دانيت ديال الشوكولا. وبالنسبه لهنا المكسرات انا استعملت الكركاع ولا الزبيب. ممكن تستعملي اللوز، ممكن الا ما كانش عندك كاع ما تستعمليش، ماشي ضروري انك ديري هاد المكسرات. وغادي نبداو على بركه الله مع قبصه ملح ما نساوهاش كذلك. ونبداو، بقاو معايا باش نشوفوا الطريقه. وبالنسبه للطريقه، اول حاجه كناخذوا البول او فاش الاناء اللي ممكن تستعملوه، وغادي نديروا البيض. ضروري هنا البيض كما قلت لكم بحراره المطبخ باش تطلع لكم الكيكه. انا هنا درت 2 بيضات يعني كيكونوا كبار. وغادي ندير قبصه ملح، ثم غادي ندير السكر كاس العنبه. ممكن تنقصوا السكر على حسب الذوق، كل واحد كاين اللي ما كيبغيش يكثر السكر. وغادي نضيف 2 ساشيات ديال الفاني. وغادي نستعمل الطراب الكهربائي. ممكن ديري الطراب اليدوي ولكن شويه كيتعب باش تطلعيه. عارفين تبغي البيض شحال ما طلعتوه شحال ما كتجي الكيكه خفيفه ومهويه. وغادي نطرب الكل مع بعضياتهم حتى يولي لي اللون ديال البيض ديالي ابيض. انا غادي نستمر حتى ان شاء الله يطلع لي البيض ونتلاقاو من بعد. يعني واستمرت ما حبستها نتوما كيولي على هذا الشكل، كيولي ابيض. يعني ضروري هذه المرحله. دابا غادي ندوزو المرحله المواليه اللي غادي نضيفوا فيها الزيت ولا الحليب. غادي نضيفوا الزيت تدريجيا مع التخليط. يعني حنا كنزيدوا بشويه بشويه وحنا كنخلطوا، يعني ما تزيدوش مره واحده. يعني هادو اسرار، سر من الاسرار ديال الكيك باش يكون عندكم ناجح. ودابا من بعد ما كملنا كاس العنبه ديال الزيت النباتيه، غادي نضيفوا كاس الحليب كذلك نفس الطريقه تدريجيا. حنا كنضيفوا في الحليب وحنا كنخلطوا. ومن بعد ما كملت الكاس كامل ديال الحليب ديال العنبه، كذلك غادي نكمل في التخليط. ومن بعد غادي ندوزو باش نضيفوا دانون شوكولا. اي نوع عندكم ديال دانون ديال الشوكولا. انا استعملت هنا كما نعرفوا حنايا دانيت. واي نوع كما قلت لكم ممكن تستعملوه، كيعطي واحد النكهه رائعه في هذا الكيك داك الدانيت نتاع الشوكولا. وغادي نستمر في التخليط كذلك بالخلاط الكهربائي باش كيتمزج لينا داك دانون شوكولا مع الخليط. هانتوما يعني بدا كياخذ اللون ديال الشوكولا، ومازال غادي نزيدوا لها الكاكاو باش كتعطينا داك اللون الداكن. وهنا غادي نزيد الكاكاو. عندي 3 ديال الساشيات ديال الكاكاو. ممكن تستعملي يعني كل ساشيه فيها معلقه كبيره. ممكن ديري ديال العبار 3 المعالق ديال الكاكاو ديال العبار. وضروري النواشف كنغربلوهم باش كيكون عندنا كيك ناجح. يعني ضروري نغربلو كاع النواشف. وكما كتشوفوا هذه هي هنايا المرحله الاولى تاع لاصوص. وهاد لاصوص هي اللي غادي نقص منها هاد العقده. الخليط هو غادي نقص منه واحد الكاس باش ندير لاصوص اللي غادي نسقي بها ان شاء الله الكيك ديالي.
هانتوما ممكن ديروا كاس العنبه او كاس يعني اي، المهم ما يكونش كاس كبير لان عاد عندنا اضافات اخرى. ودابا ندوزو للمرحله المواليه اللي بقى لنا الدقيق والفرينه وكذلك الخميره. كما قلت لكم ضروري كنأكد عليكم كنغربلوا الدقيق، يعني هذه ضروريه في الكيك باش كيطلع لكم خفيف وناجح. وانتم انا عندي 2 كيسان ديال العنبه وغادي نشوفوا شحال ممكن غادي تهز لنا الكيكه. وهنايا كنضيف كذلك 2 ساشيات ديال الخميره اللي قلت لكم على وزن 14 غرام، وحتى هي غادي نغربلها ونستمر في التحريك بالخلاط اليدوي من بعد باش نشوفوا القوام اللي غادي يجي عليه الكيك ان شاء الله. يعني غادي نبقى نستمر وانا كنضيف وانا كنغربل في الدقيق 2 الكيسان، وغادي نشوف اللي غادي يبقى معايا غادي نوري لكم ان شاء الله شحال بقى لي. والدقيق حسب الخليط، كل نوعيه تاع الدقيق ممكن كذلك البيض كل واحد وشحال دار القدر تاع البيض واش كبير ولا صغير، يعني ما تحكموش في الدقيق نفس اللي درت انا، ممكن تزيدوا ممكن يكون عندكم اقل. وغادي ندوز دابا للكاس الثاني كما قلت لكم ديال العنبه. وغادي تشوفوا شحال بقى معايا ان شاء الله من الدقيق من الكاسين. يعني ضروري غادي ماتش، حيت هنايا كما درنا للكاكاو يعني غادي يكون عندنا اقل في الدقيق. هانتوما هذا هو القوام ديال الخليط ديال الكيك ديالي. وهنا غادي نضيف الكركاع والزبيب، غادي نديروا له شويه الدقيق يعني غير شويه، وكنخلطوه معاه باش ما كيهبطش لينا لتحت كيجينا مفروز. وغادي نخلطهم مع الخليط اللي عندي. وهذه مجرد اضافه، بغيتو كان موجود عندكم ديروها، ما كانش عندكم موجود ماشي مشكل، ديروا غير الكيك عادي راه كيجي زوين. وها نتوما اللي بقى لي من 2 الكيسان ديال العنبه بقى لي تقريبا واحد المقدار نتاع 2 المعالق كبار. هذا هو اللي شاطلي من الكاسين ديال الدقيق. وكما كتشوفوا القوام هذا هو القوام، ما كيجي ما ثقيل ما خفيف بزاف. كما كتعرفوا كنديروا القوام كيكون ما بين وبين باش ما كتجيناش متقصه الكيكه ديالنا. وهنا المول، بالنسبه للمول انا كالعاده دائما في البدايه ديال الكيكه ديالي كنوجدو هو الاول، كندير له الزبده والدقيق وكندخلو الفريغو باش ما كتلصقش لكم الكيكه. يعني بالنسبه للمبتدئات هذه مرحله زوينه ديروها، ما كتلصقش لكم نهائيا الكيكه في المول ديالكم. وهنا غادي ندوز باش نخوي الخليط ديالي اللي متعوده انها دائما كتشوف الوصفات ديالي دائما يديا كنطلعهم الفوق باش كيجينا الكيك مهوي ويجينا خفيف وما كيجيناش يعني مطقص. يعني دائما طلعوا يديكم الفوق وانتم كتخويو الخليط ديال الكيك ديالكم. وبالنسبه للفرن غادي ندخلوا الكيكه ديالنا على فرن بارد لدرجه الحراره 180، وكما كالعاده كطيب الكيكه غير من التحت حتى كتطلع عاد كنطيبوها من الفوق. وهنايا كنضرب شويه مع البلون دو طرافاي باش كيتقاد لينا داك الخليط، وكذلك داك الكركاع وكلشي كيزيد كما نقولوا يسرح في المول. ودابا غادي ندخلوا للفرن ونتلاقاو ان شاء الله في المرحله المواليه. ودابا غادي نجهزوا لاصوص اللي غادي نسقيو بها الكيك ديالنا. بالنسبه اللي غادي نحتاجوا لاصوص كاس العنبه ديال الحليب، الكاس اللي خليناه من الخليط الاول، يعني اللي حيد داك الكاس اللي حيدنا باش نصاوبوا به لاصوص، كاس ديال العنبه كذلك ديال السكر، وعندي تقريبا هنا ديال 15 قطعه ديال الشوكولا. انا استعملت كالا، ممكن تستعملي اي شوكولا عندك من النوع الجيد. وغادي ندوزو باش نوجدوا لاصوص. اول حاجه غادي ناخذوها ناخذوا الحليب والسكر، نخلطوا الكل مع بعضياتهم، وكذلك الخليط هذا اللي كنت خليته من العقده ديال الكيكه، يعني الخليط الاول اللي حتى هو غادي نخلطوه، ونزيد كذلك السكر، حبيبات السكر. انا هنا استعملت كاس العنبه مع مرش، خلو منه واحد يعني قل معلقه كبيره، وغادي نخلطوا الكل مع بعضياتهم. ثم غادي نضيف 15 تقريبا القطعه ديال الشوكولا
وهنا كذلك غادي نضيف معلقه صغيره ديال الزبده اللي ما ذكرتها لكمش، اللي كتعطينا لابغيونس لاصوص ديالنا. هي تقريبا معلقه صغيره عامره، وغادي نديرهم فوق البوطه باش حتى كيتخلطوا لينا مزيان، حتى كنشوفوا داك الخليط يعني سخون مزيان ودابت لينا الشوكولا ودابت لينا الزبده وكلشي، ونتلاقاو. وهانتوما البنات من بعد ما درتها فوق البوطه وخلطت مزيان حتى سخنات ليا مزيان ودابت ليا داك الشوكولا، هذا هو القوام ديالها. وغادي نديرها هنايا في زلافه، يعني تبارك الله كتعطي كميه اللي غادي نسقيو بها مزيان ديك الكيكه، يعني الكيكه غتجي تبارك الله مسقيه مزيان ومعلكه. هانتوما ضروري كنخليو اما الكيكه بارده ولا صوص سخونه، او العكس كنخليو لا صوص سخونه والكيكه بارده، يعني ضروري وحده فيهم كتكون بارده. هانتوما من بعد ما خرجت الكيكه ديالي كتجي على هذا الشكل، الكيكه اللي يعني راه تبارك الله راه شوفوا كيفاش جات رائعه، والريحه ديالها كتعطي مزيان، ملي كتلقى ديك الريحه ديال الكيكه تاع الشوكولا. وهنا كناخذوا كيردون ولا فورشيط ولا اللي غادي نثقبوا بها الكيك ديالنا مزيان. شحال ما تقبتوها البنات شحال ما ديك لاصوص كتدخل مزيان في الكيكه وكتجي معلكه، يعني هاد الطريقه اللي كتخلي الكيك ديالكم معلك لداخل وكتجي مسقيه مزيان، يعني غير تقبوها مزيان. وكما كتشوفوا انا غادي نضيف لاصوص ديالي، ومره كنضربها شويه ديك لاصوص باش كتدخل لي في الكيك، ومره ديك الفرشه حداكم ولا كتزيدوا كتشوفوا يعني شي بلاصه هذا كتقبوا باش كيزيد كيدخل لكم، وغادي نقلبوها ان شاء الله باش نديروا لها حتى لاصوص من الجهه الاخرى. وبالنسبه للتزيين يعني اختياري انا، كما كتشوفوا هنا خديت اللوز ايفيل اللي محمر درته في الجوانب، وخديت شوكولا فيرميسيل درتها في الوسط على هذا الشكل، وكسرتها بشويه شوكولا محكوكه باش كتعطي واحد الالوان. راكم عارفين الوليدات الصغار كيبغيو حوايج الشوكولا، كتجذبهم حوايج الشوكولا. هذا هو الشكل اللي اختاريته انا، نتمنى يعجبكم. وكذلك درت اضافات هكا في القرقاعه في الوسط كما كتعرفوا، لان ديجا الكيكه مخدومه بالقرقاع. وهانتوما هذا هو الشكل اللي اختاريته، نتمنى يكون عجبكم هذا الشكل. ولا عجبكم الشكل نتمنى ديروا بحاله، وان شاء الله تجربوا الكيكه اللي كتجي اكثر من رائعه بهاد لاصوص. صدقوني اللي ما جربش هاد الكيكه بحال اللي ما جرب حتى شي حاجه، فعلا كتجي رائعه. اللي كلاها عجباتو واللي كلاها حمقاتو واللي كلاها خدا الوصفه. وانا قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم بما ان كل الناس كيسولوني على الوصفه ديالها. وهذا هو الشكل النهائي، نتمنى انها تعجبكم. ولا عجباتكم ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد ديال القناه، وكذلك تعليقاتكم الزوينه اللي كتحفزني وتعطيني تعطيني تشجيعات باش نعطيكم اكثر فاكثر. وشكرا على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه. الى اللقاء في امان الله، ونخليكم ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. والبنات ما تخليوها حتى تبرد مزيان، عاد قطعوها باش شحال ما بردت كتجي رائعه. وشكرا على المتابعه والى اللقاء، واسمحوا لي لا طولت عليكم. نتلاقاو في وصفه جايه ان شاء الله، وبقاو باش تشوفوا كيفاش جات الكيكه من الداخل.